يعني لو جينا هنا مثلا لليوم السابع هنبص هنا كده هنلاقيها بتدخل بس شهريا زيارات 35 مليون، وكمان لو بصينا على الجزيرة هنا هتلاقيها بتدخل 42 مليون. ليه انا بقول لك كده؟ تعال اوريك. لو جينا هنا كده على عدادات جوجل ان انت ازاي تحسب الحسبية دي ان هو بيدخل كام في الشهر. طيب هو اخره هنا لو بصيت هنا هتلاقي لو 50,000 زيارة بيدخل لك 1200. ده انا مختار الكاتيجوري اللي انا مختاره هنا الاخبار ومختار الشرق الاوسط. طيب لو مثلا هو العداد اخره 10 مليون، طيب لو انت دخلت 10 مليون زائد بتاخد 240 ألف دولار. أنت متخيل الرقم؟ احسب ده كمان على 35 مليون اللي بتدخلها اليوم السابع في الشهر زيارة، شوف هتحسبها تطلع لك كام. طيب احنا ازاي بنحسب الحسبة دي؟ هنيجي هنا عند جوجل ونكتب جوجل ادسنس وبعد كده نختار أول واحدة، وبعد كده هننزل لتحت كده هنلاقي إن في العداد بتاعنا. هنيجي هنا عند أول واحدة نختار أوروبا والشرق الأوسط، وبعد كده هنا بيديلك في الكاتيجوري ده بيديلك حاجات كتيرة جدا. مش شرط إن أنت ممكن تتكلم في الأخبار، ولكن خلينا نختار الأخبار برضو. أنت ممكن تختار أخبار السيارات وتختار أخبار الموتوسيكلات، تختار أي أخبار، مش شرط حاجة معينة. ممكن أكلات، الحاجات دي كلها تتكلم عنها، مش شرط حاجة معينة. وبعد كده هنحسب الحسباية من هنا كده، والموضوع بسيط جدا. شات جي بي تي سهل لك الموضوع ده خالص. تقدر تعمل في اليوم بس يمكن 20 مقالة، ودي هتأرشف اكتر وتعلي منك اكتر. فاهتم بالموضوع ده وسيرش اكتر ان انت ازاي تعمل منصه او تعمل موقع اخباري او عن اكلات او عن اي حاجه. سيرش في الموضوع ده وان شاء الله هتنبسط منه جدا لما تهتم بيه. وكمان بقى في شات جي بي تي، في الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص.